ونسأله على اليوم التمثيل. إذا الممثل حاب ينجح لازم يكون موهبة فطرية أم موهبة متعلمها. أيضا نريد نعرف أنه اليوم واقع الممثلين الشباب مجال التمثيل بالعراق بعد ما اعتمد على الرشوة ومعتمد على الجروبات للأسف الشديد. لو بتنفتح مجالات أخرى لاستقبال الطاقات الجديدة. أهلا وسهلا بك أحمد فاضل، نورت مورنينج لايف. شلونك؟ إن شاء الله تمام؟ الحمد لله. أهلا وسهلا بك، تفضل. يا هلا أمنية، هلا بك، نورت مورنينج لايف، يوم أحد سعيد عليك. شلونك؟ الله بخير إن شاء الله الحمد لله. تمام؟ شد عمرك أحمد؟ عمري 20 سنة. 20 بس سنة. ما مبين علي أدري. ما مبين عليك صراحة. بين أصغر يقولوا لك؟ أو أصغر بعد. أصغر صح؟ أي. أحمد كم سنة أنت ممثل حاليا؟ أي. 20 سنة. شو وقت تخرجت؟ شو وقت دخلت معهد الفنون؟ صح معهد الفنون أكيد. لا أنا موهبة. موهبة. إيه. فقط ما صقلتها بالتعليم يعني بدراسة. لا دخلنا ورا شوي بس كفنون جميلة لا. ما دخلت. تمام. خلينا نحكي عن الممثلين الشباب، أخذوا فرصتهم لو بعدهم يعانون؟ والله هي مسألة أخذوا فرصتهم لو يعانون، هي مسألة من الكاستنج اليوم. ها؟ من الكاستنج. من الكاستنج. الاختبار. لأن اليوم الأغلبها وهمية. كاستنجات الوهمية. يعني شنو أنا أجيب لي فد عدة شباب اليوم بكاستنج، والله اليوم أدوا فد فلان مسلسل وفلان مسلسل، ويجيبه ويختبر الشخص. حلو. ويتأمل وبعدين قبل يلقى شو اسمه يذبح الامل مالته. ماكو سوري ابد. ولو شو اسمه طبعا هي لوخيه قلبت. اكيد طبعا قلبت اكيد. بس اكو كاستنجات لا محترمه جدا وجاي تعطي طاقات للشباب. شلون عرف نفسه احمد انه هو فنان وموهوب ولازم يدخل مجال التمثيل؟ شنو الاكتشاف اللي اكتشفته بنفسك؟ يعني اول شيء انت دخلت ورش. مرات معهد الفنون هو اللي يصقل الموهبه. لا تنسى. صح. باساتذه ببروفيسوريه مرتبين مختصين بقسم التمثيل. لكن شلون عرفت نفسك انت انه انت صاحب موهبه ولازم تدخل ورش وتطورها؟ وليش ما دخلت معهد الفنون؟ اول شيء شلون عرفت؟ جد عمرك عرفت؟ انا من عمري 15 سنه عرفت نفسي ان انا اتقن التمثيل. شلون؟ بس هسه ما يجي شلون اتقنت نفسي التمثيل. عباره اولا جازفت بها هاي خطوه مهمه، انه ما استحمل كاميرا، ما اخاف، انه كنت اصور نادرا من تقريبا 10 فيديوهات الى 15 فيديو واحذفهن. تحذفها؟ ايه قبل احذفهن. فورا ظليت استمر نحو. بس انا قلت لك انه شلون عارضون انه بعض الاهل بهذا المجال، لان ما يعرفون يعني حقهم هذا. صح. طبعا. وعارضون مثلا بعض الاصدقاء وهاي، كان عنده صديق واحد دعمك. حلو. كان يستمر وياي. فظليت استمر حصلت انتقادات هواي من الشارع، حتى انه قبل حتى لا ادخل الوسط الفني. حلو. بس انه من دخلت الوسط الفني لا. شو كنت دخلت الوسط الفني؟ دخلتها بسنه 23. اوف. يعني انا حوالي 3 سنين امثل بالتيك توك. تمثل بالتيك توك؟ ايه. ايش قد متابعيك بالتيك توك؟ انا 1800 متابع. 1800 متابع يعني رقم. إيه؟ شوف انا برايي الرقم هو اليوم 500 يعني مجموعه من الناس زي يتابعوك. هو مو المهم رقم. المهم شنو؟ لايكات؟ ولا لايكات. لا. المهم رساله توصل. شنو الرسائل اللي توصلك؟ يعني شلون اقول لك اياها اليوم مثلا تعليقات الحلوه. انا اليوم هسه لو يعلق لفت 5 تعليقات ايجابيه والبقيه كلهم سلبي اتفق على هذول. اقول لك احمد انت شنو تقلد؟ احس صوتك مميز بتقليد شخصيه معينه. فاطلب من عندك انه تقلد لي على شخصيه عم اشوف هذه الموهبه. انا احس عندك موهبه كلش كوميدي، انت لازم تكون كوميدي. يعني كوميدي مسرح. اي كلش احس وجهك يعني ينطي طاقه ايجابيه حلوه. اكو ضحكه بكوميدي. هم اللي يقولون انه انت كوميدي. انت كوميدي مو درامي. لازم انت كوميدي صراحه. اريد فديتي مشهد تسوي تمثل لي اياه هيك بدقيقه حافظه خلاك هذا المشهد انه تحس باليوم انه احمد فاضل هو ممثل.
والله قد مشهد واحد يلا. بس يحتاج له موبايل. يحتاج موبايل؟ نجيب موبايله؟ يلا نجيب موبايله. على ما يجيبوا موبايله خلينا نسألك سؤال ثاني. من شجعك؟ قلت صديق واحد. من بدايتك أهلك شلون قناعتهم؟ قناعتهم صعب الاقتناع. شوف هو اليوم الأهل مش يعني مشكلة الأهل من يشوفون من نظرتهم. يعني اليوم مثلا ابني دخل مجال التمثيل، يما أخاف عليه، خاف يتعلم سوالف غلط، خاف يدخل اسم الله بطريق مو طريقنا. صورة الوسط الفني صح. ماخذين صورة الوسط الفني خاصة العوائل العراقية أغلبها ماخذين عبارة عن بس رقص. ولا تنسى أنت مسرح. المسرح أصبح محتوى هابط. صنف بالسنوات الأخيرة. حتى المسرح هسه احنا حاليا انه يقولون كله رقص. يعني حضر لنا المشهد، الاسئله هي هوايه. عم نشوف ان نعرض الموهبه، خلي العالم تشوف انه اكو شباب اليوم تستحق انه تنطي فرصه وتدخل مجال التمثيل، لان احنا حابين انه هاي المواهب طبعا مو واحد يمل وبعدين يدور على فد شغله ثانيه. طبعا لا لازم يشتغل على موهبته. شنو الدور حضرت لنا اياه؟ المشهد. اي المشهد. هذا قديم. يلا تمام نسمع. يا السلام عليكم. اليوم ستايلي خرافي. اليوم شنو اخر قطعه؟ اليوم بنات القطاع كلهم يفترن وراي. اليوم شنو القاط، شنو الستره، شنو هاي كلها ماركه. اي كلها ماركه. اجتك نبع الحنان. تفضل نبع الحنان. انت يوميه قصه جديده، يوميه روتين. ترمي على راس بصل. شو بسوي انا جريمه ترمي على راس بصل؟ غير حياته وحربيان. احسن ما اروح قهوه اروح غير شيء انا وكذا. كاني ما ذب فلوس ترى على السوالف تعبانه او عبايك بنات وصديقات وهاي. لا تخافي. رجال متدين اخاف الله وهاي. اصلي وصلي. كملي. والله يومي هالقوانين مالتك ايش وقت تخلص ما ادري. ابويا قاضيها بالشغل، لا يحل ولا يربط، كل شيء ماكو. انا على الاقل قاضيها، هذا فلوسي وهاي ستايلي وبفلوسي اليوم تراني. بفلوسي ترى ما عايرش. لا تخافي ما عايرش ترى بفلوس الشغل. اول شيء اصفق له، كان اليوم يدي شويه مصابه فاحنا نصفق له على هذه الموهبه. حبيت انه انت تسمع وتجاوب تتخيل. شوف هو الممثل لازم يكون طبعاً عنده مساحه تخيل طبعاً حتى يعيش اللحظه ويعيش المشهد بكل تفاصيله. برافو عليك، انا صراحه احييك. حبيت. اليوم الممثل او الفنان برايك انت يعني كنظرتك بسنه 2024 عمرك 20 سنه، صار لك 3 سنوات تمثل وداخل هذا المجال اللي هو مجال عركات ومشاكل ونفاق وشغلات به هوايه صراحه. خير من الله. خير من الله. اي فان شاء الله يا رب بس نشوف الايجابيه اكيد. طبعا. شنو اليوم الفنان يحتاجه حتى ينجح؟ الانضباط بالوقت. حلو. هاي اهم شيء. الصعوده اول شيء قبل لا يكون انه ممثل انه مسلسل وغيرها يصعد على المسرح، لان اليوم المسرح يعطي طاقات للشباب، يعطي جمهور. انا اليوم ما راح مثلت مسلسل اذا ما صعدت على المسرح. حتى شنو اكثر حاجز الخوف، حاجز التوتر، قلق، كل اكثر. صعب المسرح جدا صعب. هو صعب لانه يعني اتصال مباشر ويا المتلقي. صعب. انا بدايتي اول مسرح صعب باتجاه. تحياتنا للمخرج محمد هلال، هو اللي شلون ساعدنا خلاكم تتخلصون من الخوف. طبعا يعني انا قلت له ما راح اقدر ادبرها. لا ما جاي بس واحد لو اثنين طلعت قيامه الله. كم واحد كان وياك؟ والله خير من الله. خير من الله. جمهور وكاميرات. ويلي زين ما متعود على شو اسمه فد لقطه معينه حتى لو روحك تعيدها. هاي بعد خلص تغلط بعد ما تقدر تمسحها. خلص بعد شافوك كلهم. زين اقول لك احمد، شنو اكو جوائز تكريميه دخلت مسابقات شيء سولف لنا. اولا جائزه تكريم من ابداع من قبل مسك الذهب. حلو. وشهاده تكريميه من مسارح عده مثل مسرحيه قدس لنا، اغتيال الرئيس، بعد مخرج اشتغل ضياء الدين تحياتنا إله.
مقامات الحب والسلام، يعني هواي عده مسارح اخذنا بها جوائز. برافو عليك. سؤال صغير، الفن الصامت دخلت بيه؟ الفن الصامت بالمسرح؟ كجلسه رقص؟ لا، الفن الصامت اللي هو ها. شلون تشارلي تشابلن، شلون مثلا مستر بان. قبل قليل احنا كنا نحكي بيه، ما صار لكم انه يدخلوكم؟ يعني اعتقد انت لا لازم يدخلون داخل، هيك ورش. داخل مسرح صامت حلو. بدون حوار. طموحك كشاب عراقي عمره 20 سنه، دخل مكان اهله يشوفون من مكانه، يعني بعد ما احس هيك، يعني احس ما اقفى الطاقه تجيني من اهلك. بس انت تريد تثبت وجودك، في اكو اصرار، الانسان لازم يصر على موهبته، يعني لازم ما يخسر مو نفسه. بس انه انت تثبت وجودك، اسم مهم تكون بالوسط. اسم مهم تكون حتى الاجيال الاخرى تعتمد عليك، خليك قدوه لها. صراحه يعني فالطاقه ايجابيه، انا اليوم مجروحه وحالتي حاله، شفت هيك طاقه شبابيه جميله. حابه يا ربي يعني صدق صدق من كل قلبي اتمنى لك الخير، واتمنى اشوفك باعلى المراتب، واتمنى محقق كل طموحك واحلامك اكيد بمجال التمثيل. لا تستحي، اوكي؟ انا اختك الكبيره، وان شاء الله